احنا ما نريد نتفرع بالاول، احنا نعدد هاي إيه القاعات إيه إيه ونعدد أوكي هاي أوكي كل الامور أوكي تفضل وندخل تفضل. بالفروع. طبعا عندنا 250 قاعه دنبله. طيب هاي القاعات الدنبله ممكن تفتح من الساعه بالعشرة الصبح لغايه الساعه 12 بالليل. 250 دكتور، اضربها في 200 مرتاد، 200 عراقي في 250 قاعة، 200 في 250 قاعة. زين، سعر السيت الدنبلة ب 10000 وب 25 وحتى يصل إلى $100. طيب زين، أنا كمواطن صار إدمان عندي بهذه لعبة الروليت. طبعا لعبة الروليت لعبة الدنبلة لعبة قديمة يعني، حتى بالنظام السابق وموجودة بكل العالم. كانت الورقة مال السيت مختومة وزارة المالية، ختم وزارة المالية وختم وزارة الداخلية، انه مو قمار، هاي لعبة ترفيهية. طيب وكانت مبالغها كلش بسيط. اللي هسه دا يصير الان قمار صارت علني. قمار علني مثل زين. صالات الروليت. طيب يعني يوميا يجي المواطن يجوز يصرف له 250,000 300,000 500,0ف مع محتويات الاخرى للعبه يعني. هذن ال 250 استاذ حسن ذني كلهن ببغداد؟ كل بغداد، مناطق هاي المناطق الكراده 52 42 62 البتاوين. منو دا ينطيهم السعدون. اجازات ذولا وشرعا بدون اجازات، هذول بحمايه مؤسسات امنيه، بحمايه ضباط ولا كل الضباط اللي هم موجودين، واني مسؤول عن كلامي وكلامي موجه للسيد وزير الداخليه. طيب. كل الضباط الموجودين المسؤولين على هذا هم ضباط ياخذون اما جبايه يوميه او جبايه اسبوعيه او جبايه شهريه من البارات والقاعات والمساجات والفنادق وكل هاي الاشياء اللي موجوده. يعني معقوله عندنا ضباط الان برتب يمارسون هاي القضيه؟ كلهم انت على دا الإطلاق. توصفها خاوات؟ خاوه يعني يجي اما يخلي له شرطي يسد الباب او تدفع انت اسبوعيه او شهريه. السيد وزير الداخليه هاي رساله معروفه، وكل الناس الشرفاء والنزهاء بالمجال بوزاره الداخليه والمؤسسات الامنيه التابعه لوزاره الداخليه يعرفون هذا الموضوع. زين، عندك اسماء؟ طبعا الاسماء هو مو واحد واثنين يعني، مو واحد واثنين حتى ينعدون. لا ما ينعدون. زين. ما ينعدون. يعني انا اجي مثلا على هيئه هذا الامن السياحي، الاتحاديه، الاستخبارات، الشرطه المحليه، النجده، المدري، كلها هاي تجي تجمع هذه الخاوات. احنا بفوضى، الفوضى هم الاجهزه الامنيه خلوه، والقانون والنظام ما موجود. يعني هيئه السياحه ما اقرت نظام مع وزاره الداخليه بخصوص هذا الموضوع، بحيث اني افتح بفلان ساعه واعزل بفلان ساعه.